بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، معناها خامس مباراة لي في الدوري مع نادي الكويت الكويتي. 4 انتصارات وتعادل. التعادل شفتوه بالنسبة لنا احنا في طعم الهزيمة. المباراة الثانية المرة الماضية زد فريق السلمية اللي سيطرنا، وكان لنا تقريبا نفس الفرص اللي شفناها في مباراة اليوم وفي مباراة كاظمة. الفريق قاعد يلعب، قاعد يسيطر، قاعد يتطور. اعطينا فرصة لكل اللاعبين متواجدين باش يشاركوا في ظل الغيابات. انا الشيء اللي معناه فرحان به كثير 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 هو انه رغم غيابات لاعبين مؤثرين، اليوم الفريق يلعب محترف فقط. 4 لاعبين محترفين متغيبين على الفريق. نفس العطاء، نفس الروح، نفس الانضباط. فريق الشباب محترم جدا. شفنا كيفاش الفريق العربي فاز عليه في اخر الدقائق، دقيقة 94 سجلوا الجول. لكن احنا من بداية المباراة سيطرنا مثل كل المباريات الماضية اللي لعبناها، باش نكملوا على نفس النسق. الراحة جاية، نحاولوا نحسنوا فيها انفسنا، وان شاء الله نشوفوا الفريق افضل بكثير من حين. رأيك في لعبة الكراسي المتحركة في أندية القمة؟ القمة لا تدوم لفريق أكثر من 24 ساعة، ورأي حضرتك في مباراة أمس بين العرب وقطر؟ والله متعة. مباراة أمس بصراحة كانت متعة على جميع المستويات، متعة جماهيرية بدون أدنى شك بين جماهير نادي القادسية وجماهير نادي العربي، ومتعة في الملعب. حتى في الملعب كانت مباراة معناها وفات بكل وعودها من الفريقين الاثنين. كل فريق سيطر على بعض ردهات المباراة، كل فريق عرف كيفاش معناها ممكن فريق خليني نقول العربي رغم الغيابات المؤثرة اللي كانت موجودة فيه، وسلطان كان مصاب البارح، خرج بنقاط تعادل، كان باش يمكن باش يفوز بالمباراة. نفس الشيء بالنسبة لمباراة فريق القادسية اللي كان بإمكانه باش يفوز بالمباراة أيضا. يعني التعادل عادل لأنه كل فريق خذا فترة سيطر فيها على المباراة. لعبة الكراسي طبعا مهمة جدا وممتازة جدا بالنسبة للجماهير الرياضية ممتعة. الكويتية. ممتعة بالنسبة للجماهير الكويتية. تخلي إدارات كل الفرق على أعصابها والإطار الفني كله على أعصابه. هذا الكل في صالح الدوري الكويتي وفي صالح الكرة الكويتية إن شاء الله. كنت بسأل أبو محمد عن لو في تعاقدات في الانتقالات الشتوية، قال رأي الكابتن الكبير نبيل معلول، هل هيكون في تعاقدات في الانتقالات الشتوية؟ والله إذا نشوفوا أنه الفريق في حاجة باش نعملوا اجتماع مع إدارة النادي حاليا. إذا نشوفوا أنه النادي في حاجة إلى انتدابات، ليش لا؟ علاش لا؟ دائما لما يكون هناك وجه جديد ولا نوعية جديدة، ولا نشوفوا أنه خانة فيها ما نقولش فراغ، لا فيها شوية عجز بسيط. الأداء عجز بسيط، معناها نحاولوا باش الثغرة هذيك نسدوها باش يكون الفريق أفضل في النصف الثاني، لأنه تظل فينا يعني 4 بطولات تقريبا اللي باش يحاول إن شاء الله بإذن الله نادي الكويتي يلعب فيها الأدوار الأولى، واللي ما لا يفوز فيها كأس السوبر، كأس سمو الأمير، كأس سمو ولي العهد إن شاء الله، والدوري إن شاء الله بإذن الله. ألف مليون مبروك وبالتوفيق يا أبو شكرا محمد. شكرا شكرا.